السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا شرح الدرس الأول، أحياء أولى ثانوي الترم التاني. الدرس الأول بيتكلم عن الكروموسومات والنظرية الكروموسومية. أولا، يعني إيه صفات وراثية؟ الصفات الوراثية دي صفاتك بتاعتك أنت، زي مثلا أنت طويل، أنت قصير، أنت تخين، أنت رفيع. دي الصفات بتاعتك انت، زي لون العين، لون الشعر، ولون الجلد. دي كلها بنطلق عليها الصفات الوراثية. يعني ايه بقى هو علم الوراثة؟ علم الوراثة هو علم توريث الصفات من الآباء إلى الأبناء عن طريق الكروموسومات أو الصبغيات. يبقى الوراثة هو علم توريث الصفات، العلم اللي بيدرس انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء عن طريق الكروموسومات. نفهم من كده إن الكروموسومات هي اللي مسؤولة عن انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء. الصبغيات بقى ده اسم للكروموسومات، هي أصلها الصبغيات. ليه بقى؟ لأنها بتظهر عند صبغها بالألوان. يعني إحنا لما نصبغ الكروموسومات دي بتظهر، والكروموسومات دي كلمة لاتينية معناها الأشياء الملونة، يعني هي اسمها كروموسومات أو صبغيات. الكروموسومات بقى والصبغات دي اكتشفها العلماء في بداية القرن العشرين. تم اكتشاف الكروموسومات أو الصبغيات في بداية القرن العشرين. لاحظ معانا بقى، كل خلية بتحتوي على 46 كروموسوم. كل خلية في جسم الإنسان تحتوي على 46 كروموسوم. في ناس بتفتكر إن ال 46 كروموسوم دول في جسم الإنسان كله. لأ، كل خلية من خلايا جسم الإنسان بتحتوي على 46 كروموسوم. تخيل بقى لما يكون جسم الإنسان فيه مثلا 30 تريليون خلية، وكل خلية فيها 46 كروموسوم. فاحنا ده بحر وراثة، يعني بحر، يا علم الوراثة ده بحر أشياء كبيرة جدا. الكروموسوم بقى بيحتوي على شريط طويل من الدي ان ايه. الكروموسوم بيحتوي على شريط طويل من الدي ان ايه. شريط الدي ان ايه ده بيتكون من نيوكليوتيدات اللي احنا درسناها في الترم الاول، اللي هي تبع الليبيدات والدهون والنيوكليوتيدات والبروتينات، اللي احنا درسنا الجزيئات البيولوجية الكبيرة في الترم الاول. يبقى الشريط الدي ان ايه بيتكون من نيوكليوتيدات. كل جزء من الدي ان ايه بيحتوي على الجينات. يبقى كل جزء من الدي ان ايه بيحتوي على جينات. معلومة كده، جيناتنا بتدينا صفاتنا. الجينات هي دي اللي مسؤولة عن ظهور الصفات. يبقى جيناتنا بتدينا صفاتنا، جيناتنا بتدينا صفاتنا. شوف بقى الزتونة اللي هي هتلم لك اللي فات ده. بيقول لك ايه؟ الكروموسومات تحمل جينات، والجينات تعمل شفرات. الكروموسومات تحمل جينات، والجينات تحمل شفرات، والشفرات تعمل بروتينات، والبروتينات تظهر الصفات. يبقى أصل الكروموسومات دي بتعمل إيه؟ بتظهر الصفات. تعال نشوف التفاصيل. الكروموسومات بتحمل جينات. احنا قلنا ان كل جزء من الدي ان ايه بيتكون من نيوكليوتيدات، وكل جزء من الدي ان ايه يحتوي على الجينات. يبقى الكروموسومات بتحمل جينات، والجينات تحمل الشفرات. الشفرات دي لغة ما تفهمهاش غير الخلية والكروموسوم. دي شفرات زي أوامر، أوردرات بتديها الجينات عشان تكون بروتينات، عشان الشفرات دي بتعمل البروتينات. بعد ما البروتينات بتتكون دي بتظهر الصفات. تعال نشوف بقى ايه هو الجين. الجين هو تتابع من النيوكليوتيدات على شريط الدي ان ايه يمثل شفرة. الشفرة دي وظيفتها ايه؟ تصنيع البروتين. زي ما شفنا هنا، الشفرة تعمل بروتينات، والبروتينات تظهر صفات. يبقى الشفرة لتصنيع البروتين لظهور الصفات. تعال نشوف بقى ملحوظة مهمة جدا جدا. أعداد الكروموسومات ثابتة في أفراد النوع الواحد، ذكر أو أنثى. يعني ذكر الإنسان 46 كروموسوم، أنثى الإنسان 46 كروموسوم، ما بيتغيروش. يبقى أعداد الكروموسومات تختلف من نوع لآخر. يعني عدد الكروموسومات في الإنسان مش زي عدد الكروموسومات في القطة، مش زي عدد الكروموسومات في جذور الذرة، بيختلفوا تماما. إنما في أفراد النوع الواحد ذكر أو أنثى هما متشابهين. تعال نشوف بقى التقسيمة بتاعت جسم الإنسان. 46 كروموسوم في خلية جسم الإنسان. 46 كروموسوم في الخلية الواحدة فيها 46 كروموسوم. بينقسموا لإيه؟ بينقسموا إلى 44 كروموسوم جسدي،
معلش دي كده 44 كروموسوم جسدي واتنين كروموسوم جنسي. الجنس ده بينقسم إلى ذكر وأنثى، الذكر اكس واي والأنثى اكس اكس. يبقى الكروموسوم الجسدي 44، يعني كام زوج؟ يعني 22 زوج من الكروموسومات، 22 زوج من الكروموسومات و44 كروموسوم، وزوج واحد من الكروموسومات الجنسية واتنين كروموسوم جنسي، الذكر اكس واي والأنثى اكس اكس. يبقى الذكر الجينات دي بتفرق بين الذكر والأنثى، الذكر اكس واي والأنثى اكس اكس. تعال نشوف كده الجدول ده بيوضح لك، هو طبعا للاطلاع فقط. الجدول ده بيوضح لك عدد الكروموسومات الموجودة في بعض الحيوانات. أولا الكلب 78 كروموسوم وده 39 زوج، الغوريلا 48 كروموسوم 24 زوج، القطة 38 كروموسوم و19 زوج، الدجاجة 32 كروموسوم، والضفدع 26 كروموسوم، والدروسوفيلا 8 أزواج اللي هي ذوابة الفاكهة. تعال نشوف بقى النباتات، البطاطا 48، والتبغ اللي بيصنع منه السجاير والدخان 48، القمح 42 زوج 21 زوج و42 كروموسوم، والبصل 16 كروموسوم و8 أزواج، والبازلاء 14 كروموسوم و7 أزواج. دي كده عدد الكروموسومات في بعض الكائنات الحية. تعال نشوف الورقة الثانية من تلخيص الدرس الأول. الورقة التانية بقى بيقول لك تظهر الكروموسومات على هيئة أزواج. الكروموسومات طبعا بتظهر على هيئة أزواج، كروموسوم من الأب وآخر من الأم. شوف بقى سبحان الله في تركيبة الكروموسومات، لما بيتكونوا بيبقى كروموسوم من الأب يماثل له في الحجم نفس الكروموسوم من الأم، نفس الحجم، بينطبقوا مع بعض عشان يكونوا زوج من الكروموسومات. شوف بقى تعريف مهم جدا، الطرز الكروموسومي هو ترتيب الكروموسومات تنازليا حسب حجمها. يبقى ترتيب الكروموسومات تنازليا حسب حجمها وترقيمها ثم ترقيمها. يعني الطراز الكروموسومي ده ايه؟ يرتب لك الكروموسومات تنازليا حسب حجمها، الكبير ثم الأصغر ثم الأصغر كده، وبعد كده يرقمهم لك 1 2 3. طبعا في جسم الإنسان فيه كام زوج من الكروموسومات؟ 23 زوج و46 كروموسوم. تعال نشوف بقى الكروموسومات الجنسية، هي الزوج رقم 23. الكروموسومات الجنسية طبعا الزوج رقم 23 آخر زوج من الكروموسومات. تحمل الكروموسومات الجنسية المعلومات الوراثية الخاصة بتحديد الجنس، فيختلف الذكر عن الأنثى في نوع الكروموسومات الجنسية. طبعا احنا لسه شايفين إن الذكر بيحمل النوع الكروموسومات XY والأنثى XX. طبعا يبقى الكروموسومات الجنسية دي بتحمل المعلومات الوراثية الخاصة اللي هي بتحدد الجنس، لو XY يبقى ذكر، لو XX يبقى أنثى. من حيث الكروموسومات الجنسية لا تخضع للترتيب، يعني احنا شايفين ان هي يعني مش لا تخضع للترتيب، هي في الزوج رقم 23، ولكن لو رتبناها هتلي الزوج السابع، لو رتبنا الكروموسومات هتلي الزوج رقم 7، يبقى هي تلي الزوج السابع من حيث الحجم، ولكنها ركز بقى دي، ولكنها ترتب في نهاية الكروموسومات وتحمل رقم 23. يبقى هي تلت الزوج السابع في الحجم، يعني هي أكبر من 7 وأقل من 8. لا، هي أقل من 7 وأكبر من 8، لأنها تلت الزوج السابع من حيث الحجم، ولكنها ترتب في نهاية الكروموسومات في الزوج رقم 23. الكروموسومات تكسبك صفاتك الجسدية والجنسية، وتأتي من الأب والأم بعملية الإخصاب والتزاوج. يبقى أنت بتاخد نص صفاتك من الأب ونص صفاتك من الأم. يبقى الكروموسومات دي ليه بقى؟ صفاتك الجسدية والجنسية. ليه؟ لأن أنت عندك 44 كروموسوم بتاخد 22 من الأب و22 من الأم، كروموسوم جنسي من الأب وكروموسوم جنسي من الأم اللي هو الحيوان المنوي والبويضة. تعال نشوف بقى عملية الإخصاب والتزاوج. الحيوان المنوي وده اللي هو نص عدد الكروموسومات بنرمز له بالرمز N، زائد البويضة
اللي هو بنرمز لها برضو بالرمز إن، تحت عملية الإخصاب هتنتج اللقحة اللي هو الطفل الصغير. اللقحة وده بيكون 2 إن في عدد الكروموسومات كامل. يعني هنقول نص كروموسومات الأب زائد نص كروموسومات الأم هيديك كروموسومات كاملة اللي هو الطفل. نص كروموسومات الأب زائد نص كروموسومات الأم هيديك كروموسومات كاملة اللي هو الطفل. يعني 23 كروموسوم من الأب زائد 23 كروموسوم من الأم هينتج 46 كروموسوم اللي هو عدد الكروموسومات الكاملة. يعني لو رمزنا لهم بإن زائد إن هينتج 2 إن. بنطلق بقى على الإن الواحدة دي أحادية المجموعة الصبغية. ركز عشان في ناس بتتلخبط في الحتة دي. الإن دي جنبها كام؟ 1، يبقى هي أحادية المجموعة الصبغية. دي قدامها كام؟ 1، يبقى أحادية المجموعة الصبغية. دي قدامها كام بقى؟ 2، يبقى دي ثنائية المجموعة الصبغية. دي ثنائية المجموعة الصبغية. دي زتونة هتلخص لك اللي فات. احنا أهم حاجة عندنا إيه؟ الزتونة دي بتلخص لك كل اللي أنت محتاجه. كل خلايا جسمك جسدية ما عدا الحيوانات المنوية والبويضات جنسية. يبقى كل الخلايا في جسمك جسدية. القلب خلايا جنسية، الكبد خلايا جنسية، المخ خلايا جنسية، خلايا جسدية. كل خلايا جسمك جسدية ما عدا الحيوانات المنوية والبويضات جنسية. يبقى الحيوانات المنوية والبويضات جنسية، أما الباقي كله جسدي. القلب جسدي، الكبد جسدي، المخ جسدي، العضلات جسدية، كله جسدي. تعال نشوف بقى الخلايا الجسدية. دي حتة مهمة برضو. الخلايا الجسدية تنتج من انقسامات ميتوزية. الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي اللي خدناه في تالتة إعدادي. يبقى الخلايا الجسدية بتنتج من انقسامات ميتوزية، أما الخلايا الجنسية فتنتج من انقسامات ميوزية. الخلايا الجسدية اللي احنا بنرمز لها بالرمز ايه؟ 2 N. الخلايا الجنسية اللي بنرمز لها بالرمز N. يبقى الجسدية 2 N والجنسية N واحدة. ماشي. الخلايا الجنسية بتنقسم إلى أمشاج مذكرة زي الحيوانات المنوية في الإنسان والحيوان، وحبوب اللقاح في النبات. يبقى الإنسان والحيوان الأمشاج المذكرة اللي فيه إيه؟ حيوان منوي. إنما في النبات حبوب اللقاح. إنما الأمشاج المؤنثة هي البويضة في الإنسان والحيوان والنبات. الخلايا الجنسية بتوجد على هيئة أفراد، يعني كروموسوم واحد. إنما الخلايا الجسدية بتوجد على هيئة أزواج، زوج من الكروموسومات. كروموسومين تلاقيهم موجودين هما الاتنين مع بعض. كده يكون الدرس الأول خلص، لكن فاضل حتة واحدة بس اللي هي النظرية الكروموسومية. دي لو انت بس فهمت اللي فات فانت خلاص كده يعتبر فهمت النظرية الكروموسومية. هي سهلة جدا، يعني هي من اللي فات كله بتعتمد على اللي فات. النظرية الكروموسومية العالمان ساتون وبوفري أسسوها سنة كام؟ 1932. أسس النظرية الكروموسومية والتي يمكن بلورتها يعني هيلخصوها كالآتي. زي ما احنا قلنا توجد الكروموسومات في الخلايا الجسدية في شكل أزواج متماثلة 2 N اللي احنا لسه قايلينها. تحتوي الخلايا الجنسية اللي هي الأمشاج على نص عدد الكروموسومات N نتيجة الانقسام الميوزي اللي هو اللي بيطلق عليه الاختزالي أو المنصف. كانوا بيطلقوا عليه الانقسام المنصف أو الاختزالي. الخلايا المناسل حيث تنفصل أزواج الكروموسومات المتماثلة إلى مجموعتين متساويتين من الكروموسومات تتوزع على الأمشاج. ماشي. شوف تالت قاعدة. يسلك كل زوج من الكروموسومات سلوك مستقل عند انتقاله في الأمشاج عند الإخصاب اللي هو اندماج المشيج المذكر N مع اندماج ومع المشيج المؤنث N برضه لتكوين الزيجوت اللي هو 2 N. يعود العدد الزوجي للكروموسومات من جديد اللي هو 2 N. تقع الجينات على الكروموسومات والكروموسوم الواحد قد يحمل مئات الجينات. يبقى هنا برضو بص ده كده مخطط هيوضح لك عملية الإخصاب. هنا المناسل المؤنثة اللي هم البيضان اللي هم 2 N 46 كروموسوم بيندمجوا ويكونوا بويضة مع الحيوان المنوي عشان يكونوا الزيجوت اللي هو 46 كروموسوم. شوف كده بإذن الله يكون درس الكروموسومات والنظرية الكروموسومية انتهى على خير. نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.